تخيلوا إن في قاتل متخفي بيمشي في شرايين ملايين الناس كل يوم من غير ما يسبب أي أثر واضح لحد ما يقرر يضرب ضربته. ارتفاع ضغط الدم مش مجرد رقم عالي بنشوفه على جهاز القياس، ده خلل شامل في منظومة الأوعية الدموية كلها. لكل دكتور وصيدلي في بداية الطريق الشرح ده هو دليلك عشان نفك مع بعض لغز ضغط الدم من أول الخلية المجهرية لحد ما نوصل للخطة العلاجية اللي بتنقذ حياة المريض. طيب خلينا نبدأ مع بعض بسؤال سريع. لو قدامنا مريض عنده 80 سنة ولقينا ضغطه 170 على 90، هل ده نعتبره طبيعي بحكم السن؟ الخرافة الطبية دي لازم تنتهي. أكيد لا، مستحيل يكون طبيعي. وعشان نفهم ليه ده خطر وإزاي نعالجه صح لازم نغوص الأول في جذور المشكلة ونشوف إيه اللي بيحصل بالظبط جوه الخلية. وده بياخدنا للقسم الأول، الفوضى الخلوية والمخطط المجهري. الموضوع جوه الخلية عامل بالظبط زي فريقين، فريق المحرضين ودول الكالسيوم والصوديوم واقفين بره الخلية مستنين أي فرصة عشان يقتحموها ويعملوا انقباض، وفي المقابل جوه الخلية عندنا حراس الأمان، المغنيسيوم والبوتاسيوم، ومهمتهم إنهم يحافظوا على استقرار الخلية ويمنعوا أي إثارة مفرطة. طول ما الحراس دول مسيطرين جوه الخلية في أمان تام ومسترخية. بس إيه اللي بيحصل بقى لو الكالسيوم قدر يخترق الخلية؟ بمجرد ما بيدخل بيمسك فورا في بروتين اسمه الكالموديلين. الاتحاد ده بيشغل أو بيعمل فسفرة لإنزيم في غاية الأهمية اسمه MLCK، مايوسين لايت تشين كاينيز. أول ما الإنزيم ده يتنشط خيوط الأكتين والمايوسين بتتداخل مع بعضها، والنتيجة الحتمية هنا هي انقباض الأوعية الدموية. يعني الكالسيوم هو الشرارة الأولى اللي بتضيق الشرايين. لحسن الحظ جسمنا عنده آليات إنقاذ بتتدخل عشان ترجع التوازن. هنا بيجي دور أبطالنا من النواقل العصبية زي CAMB والCGMB، سايكليك أدينوزين مونوفوسفيت وسايكليك جوانوزين مونوفوسفيت. المواد دي بتعمل العكس تماما، بتشيل الفسفرة من انزيم مايوسين لايت تشين كاينيز فبتجبر الخلية انها تسترخي، وبالتالي الأوعية الدموية بتتوسع. فهمنا للآليات المجهرية دي مش مجرد كلام نظري، ده المفتاح اللي هيخلينا نختار الدواء الصح بعدين. نطلع بقى من تحت الميكروسكوب للقسم التاني، المصطلحات السريرية لضغط الدم في الواقع العملي. من أهم المصطلحات اللي هتقابلنا هو متوسط ضغط الشرياني أو المين ارتريال بريشر، لأنه بيعكس لنا صورة دقيقة جدا عن مدى خطورة الوضع. الخطورة كلها هنا بتكمن في تروية الأنسجة أو وصول الدم ليها. الماب المثالي لازم يكون بين 65 و 110. النطاق ده مفهوش أي فصال، لو الرقم نزل عن 65 أو زاد عن 110 احنا كده قدام كارثة سريرية، لأن الدم والأكسجين مش واصلين كفاية للأنسجة، والمريض بيدخل في مرحلة نقص تروية خطيرة جدا محتاجة تدخل فوري. وعشان كده لازم ننتقل للقسم الثالث، التشخيص والتصنيفات. ازاي بنقيم الأرقام دي؟ حسب تصنيفات جمعية ضغط الدم البريطانية. الضغط بيتقسم لمراحل، الطبيعي والحدي والأول والتاني والتالت. المرحلة التالتة المريض فيها بيعدي 180 على 110، وده خطر شديد. لو قسنا الضغط ولقينا الرقم الانقباضي في مرحلة والانبساطي في مرحلة تانية خالص، دايما بنصنف المريض على أساس الرقم الأعلى، وده بيضمن إننا ناخد أكثر قرار طبي آمن وفعال. وده بيرجعنا للسؤال اللي سألناه في البداية، قراءة 140 على 90 هو الحد الأقصى لأي إنسان طبيعي أيا كان عمره. حتى لو المريض عنده 90 سنة ضغطه ما ينفعش يتخطى الرقم ده. أي حاجة فوق ال 140 على 90 هي حالة مرضية محتاجة تدخل سريع عشان نمنع أي مضاعفات. بس استنوا، في استثناء، الحد ده بينزل بشكل ملحوظ ل 130 على 80 في حالات معينة، لو بنتعامل مع مريض سكر أو مريض فشل كلوي. الهدف العلاجي بتاعنا بيكون أكثر صرامة. قراءة 140 على 90 بالنسبة للمرضى دول تعتبر عالية وخطيرة، لازم نحافظ على ضغطهم تحت ال 130 على 80 عشان نحمي الكلى والأعضاء الحيوية من إنها تتلف بالتدريج. خلينا نروح للقسم الرابع، حالات الطوارئ وتقلبات الضغط اللي هنقابلها في المستشفيات. تخيلوا مريض في الطوارئ ضغطه معدي 180 على 110. هنا احنا قدام طريقين، أول هو الارتفاع الملح أو hypertensive urgency، ضغط عالي جدا بس مفيش أي تلف في الأعضاء الحيوية. المريض ده ممكن ياخد علاجه ويروح عادي. الطريق التاني هو الحالة الطارئة أو hypertensive emergency، وهنا الكارثة، لأن الارتفاع ده مصحوب بتلف في أعضاء حيوية زي ارتشاح الشبكية أو فشل كلوي حاد، وده مكانه فورا العناية المركزة. وخدوا بالكم الأرقام أحيانا بتكون خداعة، في حاجة اسمها الضغط المتقلب، تلاقيه طبيعي الصبح وعالي جدا الظهر، وده بيخلينا نشك في حاجات زي ورم القواتم أو بدايات السكر. وفي برضو عندنا ضغط المعطف الأبيض، المريض ضغطه بيعلى لمجرد إنه متوتر من وجوده في المستشفى أو إنه شايف
الدكتور. عشان كده القاعدة الذهبية: إياك تشخص بناء على قراءة واحدة، لازم قياسات متكررة في ظروف مختلفة. وبعدين عندنا القسم الخامس وده مهم جدا: خطة العمل غير الدوائية. قبل ما نكتب أي روشتة، المريض في المراحل الأولى في 6 تغييرات أساسية في نمط حياته ما فيهاش نقاش. أولا، يبدل ملح الصوديوم بالليمون الغني بالبوتاسيوم، يبطل تدخين، يقلل توتر، بس الأهم من ده كله إنقاص الوزن. نزول الوزن لوحده بيعالج 75% من حالات الضغط الخفيف. وخدوا بالكم، لازم نحذر المرضى من العرجسوس ومضادات الاحتقان لأنهم بيحبسوا السوائل وبيرفعوا الضغط بشكل مرعب. الرياضة كمان سحر فسيولوجي. لما ننصح المريض يمشي نص ساعة يوميا، ده مش بس بيحرق سعرات حرارية، المشي بيزود الدورة الدموية الجانبية، بيحرق السكر والكوليسترول، والأعظم من كده إنه بيراقم نواتج الأيض في العضلات واللي بتشتغل كموسع طبيعي جدا للأوعية الدموية، زائد إنه بيحسن كفاءة البطانة الدموية للشرايين بشكل جذري. طيب لو ده منفعش، ندخل بقى على القسم السادس: استراتيجية العلاج الدوائي. في شغلنا الإكلينيكي الحديث بنعتمد على 4 عائلات دوائية أساسية بنلخصهم في A B C D. A اللي هي الأيس انهبيتور، B اللي هي البيتا بلوكر، C اللي هي كالسيوم تشانل بلوكر، الدي الدايوريتكس. العائلات دي هي خط الدفاع الاول بتاعنا، واختيارنا للدواء مستحيل يكون عشوائي، ده بيتبني بدقة شديدة على التشخيص والحالة الطبية الفريدة لكل مريض بنشوفه. بس قبل ما نتعمق، في تحذير سريري حاسم لكل دكتور وصيدلي بيسمعنا: ممنوع استخدام البيتا بلوكر او الدايوريتكس كمونوثيرابي لوحدهم لمرضى الضغط. ببساطة ما عندهاش القوة الكافية انها تواجه ارتفاع الضغط لوحدها، ولازم دايما ندمجها مع أدوية تانية عشان نحقق نتيجة علاجية حقيقية. طب امتى البيتا بلوكر تكون الحل المثالي؟ الأدوية دي بتثبت كفاءتها لما نضرب عصفورين بحجر واحد، يعني نعالج مريض ضغط عنده مشكلة تانية في القلب في نفس الوقت، زي مثلا مريض عنده عدم انتظام في ضربات القلب، ذبحة صدرية، ورم القواتم، أو حتى الشباب اللي ضغطهم بيعلى نتيجة للتوتر الشديد وزيادة إفراز الرينين في جسمهم. أما مدرات البول او الدايوريتكس فدي بتتصدر المشهد وتبقى الخيار رقم 1 لما مريض الضغط يكون عنده احتباس شديد للسوائل والصوديوم في جسمه. بنتكلم هنا عن حالات زي فشل القلب الاحتقاني، تورم بسبب قصور في الكلى، او مرض الكبد الاستسقائي. في الحالات دي مدرات البول بتنزل الضغط وكمان بتخلص الجسم من كل السوائل الزايدة بكفاءة عالية جدا. في النهاية، وبعد ما رحنا من اصغر بوابات الكالسيوم جوه الخلية لحد الخطط العلاجية الشاملة، بنوصل لسؤال مهم جدا: هل هدفنا كأطباء وصيادلة إننا مجرد نظبط شوية أرقام على الشاشة، ولا إننا نتقن الآليات المجهرية دي ونوظفها عشان نعالج المريض كإنسان متكامل؟ التفكير بالمنهجية دي هو اللي بيفرق بين الممارسة الروتينية العادية والرعاية الطبية الفائقة اللي فعلا بتنقذ الأرواح. أتمنى يكون الشرح ده نور لكم الطريق. شكرا لكم.